هنعمل النهاردة اسهل طريقة للكاتشب في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبجد الطعم مش كأنه للجاهز، هو كأنه جاهز بالظبط، هو جاهز مفيش فرق خالص ما بينه وما بين الجاهز، والقوام بتاعه كله شيء فيه. شايفين جماله بجد خطير، تحفة بجد. يلا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. معايا 3 كيلو طماطم. ده بقى ده الوقت بتاع الطماطم رخصت فيه سعرها، وتقدري تعملي وتخزني براحتك كل شيء. هنجيب الطماطم بتاعتنا ونغسلها كويس جدا وننضف ونشيل العبق ما بينها وكله. وبعد كده هنروح جايبين حلة عندنا اي حاجة بقى، وابتدي انت تنزلي الطماطم بتاعتك فيها، وما زودتش ميه ولا اي حاجه خالص. انا سبتها على النار حوالي كده 5 دقايق، هي دبلت بقى ونزلت الميه بتاعتها. بعد كده بالهاند بلندر يا اما في الخلاط، اي حاجه عندك، وابتدي اخلطيها كويس جدا مع بعض واضربيها كويس جدا لما خلاص يعني اتهمكت خالص. وابتدي صفيها عشان ننزل منها بقى يعني اللي هي البواقي بتاعت الطماطم وكده. نزلي بقى البواقي كلها تماما، صفيها كويس جدا جدا جدا. هنصفي الكمية كلها كويس جدا جدا وما نسيبش فيها اي حاجة خالص. شايفين كده لما وصلنا لصفت على الاخر خالص. بعد كده هنرجعها تاني على النار بتاعتنا، ونبتدي ان احنا نولع عليها النار بقى على على المتوسط كده، على الهادي، لحد ما تتبخر كل المية اللي فيها، تتبخر تماما. وهي بقى على النار كل شوية بتعمل ريم. الريم ده احنا هنشيله، يعني كل ما تعمل الريم ده احنا هنشيله، ونفضل متابعينه لما تصفي كل ما شايفين مستوى الطماطم بدأت تنزل ازاي. بس انا سبتها على براحتها خالص بقى، وكل شوية لما تخلص وتطلع الريم اروح جاية شايلاه. هبتدي بقى ازود او اضيف المكونات اللي هي حولته لكاتشب بالظبط، فعلا طعم الكاتشب حقيقي. اول حاجة هحط عليها 1.5 كوب خل. لكل كيلو نص كوباية، لكل كيلو نص كوباية. انا عاملة 3 كيلو، واحط عليهم 1.5 كوباية سكر، يعني 1.5 كوباية خل، 1.5 كوباية سكر. بعد كده هضيف بقى التوابل بتاعتي. احط نص معلقة ملح، 2 معلقة بابريكا مدخنة، والبابريكا اساسي عشان هي اللي بتدي طعم الكاتشب. بعد كده معلقتين توم باودر، معلقتين بصل باودر، دي الاساسيات ما نتخلاش عنه. معلقتين توم باودر، معلقتين بصل باودر. هحط كمان فلفل اسمر معلقه واحده، واقلب المكونات دي كلها كويس جدا جدا لما يدوبوا. نلاحظ برضو ان احنا لما نزلنا التوابل والصلصه معانا بتبقى سخنه فبتكلكع مننا، فاحنا نخلي بالنا ونفكها كويس جدا، ما نسيبش اي بهارات خالص فيها، ونقلبها مع بعض. وهسيبها كمان شويه لما طعم البهارات بتاعتها تدي، يعني عديها غلوتين بس كمان. بس كده شايفين الجمال بتاعها بجد، طعمه كأنه كاتشب اساسي اساسي. بس هسيبها بقى تاني على النار تاني لحد ما الميه بتاعتها تدوب خالص خالص، تتبخر كل الميه اللي فيها. بعد كده لكل كيلو طماطم هحط معلقه نشا، ولو عايزه القوام يتقل شويه كمان زودي كمان معلقه نشا عليها. بس كده. وادي اخر قبل الغلوه الاخيره اروح جايه نص كوبايه ميه كده او ربع كوبايه ميه، مش عايزين كتير فيها، واحط عليها 3 معالق نشا، واقلبهم كويس جدا، ويدوبك ياخدوا غلوتين والقوام بتاعهم يتخن. وبس كده. اسيبها بقى اشيلها من على النار واسيبها لما تبرد تماما تماما تماما. لازم يبرد خالص 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 قبل ما انت تبتدي تعبيه، وهتشوفي بقى القوام بتاعه. ده القوام بقى بعد ما احنا بعد ما برد تمام كده. وهبتدي بقى تعبيها عندك بقى في الازايز، في ازايز بتتباع بره جاهزه بتاعت كانها بتاعت الكاتشب بالظبط، بجيبها وتروحي جايه بقى عبيه فيها الكاتشب بتاعك. واسهل حاجه دي طريقه عشان ما تبهدليش الدنيا بقى وحاجات تتكب منك. واعملي احلى طبق بطاطس بالكاتشب بجد خطير كل اكلاتك بقى. وطبعا الاطفال الكاتشب ده اساسي عندهم في كل الوصفات وكل الاكلات. شايفين الكميه ديت من 2 كيلو، من 3 كيلو طماطم عملت الكميه دي كلها. كمية حلوة جدا وبزيادة ووفرة، وبجد الطعم بتاعه رهيب. لو عجبكم الفيديو والطريقة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. حقيقي الطعم زي الجاهز بالظبط، بل احسن كمان بجد من الجاهز. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.